السلام عليكم. اليوم عندنا جوج اخبار، واحد مزيان نسبيا مزيان وواحد خايب. هاد الاخبار ولا هاد القرارات ولا هاد القانون اللي صدر غير اليوم في الجريده الرسميه صافي ولا رسمي وغيبدا يطبق الشهر الجاي هذا اللي داخل، كتخص الدعم الاجتماعي المباشر وحتى فردوا البال مزيان وتبعوا مزيان وعرفوا واش كيتسناكم. غنبداو بالخبر المزيان، ولكن قبل خليني نعطيكم المصدر ديال هذا الشيء هذا، المصدر ديال هاد القرارات ولا هاد الاخبار اللي قلت واحد زوين وواحد خايب. هي القانون 21/24 اللي صدر دابا في الجريده الرسميه، راه ولا رسمي وغيطبق. خبر مزيان سيدي هو انه الناس اللي كانت عندهم تغطيه صحيه امو التضامن وطلع لهم المؤشر فات 932 من نوفمبر 2023 وانت طالع، ردوا البال مزيان على الارقام وهاد التواريخ. كان عندك امو التضامن وطلع لك المؤشر فات 932 وحبسوه لك وقالوا لك دابا خصك تخلص امو الشامل. كيعطيك بزاف د الامتيازات الا دخلتي الامو الشامل، الا مشيتي تخلص راه ما كاينش امتيازات ترجع تولي امو التضامن. هاد الامتياز ولا هاد القضيه انك ترجع لامو التضامن حل وحيد عندك هو انك تهبط المؤشر قبل 932. ما هبطتيش وبغيتي تستافد من التغطيه الصحيه كتسجل في امو الشامل، فراك غتعفى من ديك فتره التدريب. شنو هي فتره التدريب؟ هي واحد المده، واحد الشهوره كتخلصهم بلا ما تستافد. دزتي الامو الشامل سجلتي مثلا جاتك 221 درهم، خصك تخلصها الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث بلا ما تستافد. مازال ما عندك الحق ديك الساعه لا تستافد من التغطيه الصحيه لا تدفع دواسه ويرجعوا لك لا حتى شي حاجه. خصك بعدا هاد فتره التدريب. اذا انت الا كان عندك امو التضامن ودزتي الامو الشامل ومشيتي بديتي تخلص، هاد فتره التدريب غتعفى منها مزيان. هذه الاولى. الثانيه كيتحسب لك اثار التسجيل من 1/2024 من شهر 1/2024 وما تسناش دوز ديك 3 شهور ديال فتره التدريب عاد تبدا تدفع الدواسه ديالك. وكنرجع ناكد لكم ماشي انت دابا تسجلتي في السجل الموحد وجاك المؤشر نيشان طالع فوق 932 ومشيتي دفعتي الامو الشامل غتستافد من هذه القضيه ديال الاعفاء من فتره التدريب وانك تستافد تدفع الدواسه ديالك وتسمى تسجلتي من شهر 1/2024. لا، اللي كان مسجل في امو التضامن ديال فابور وطلع له المؤشر هو اللي عنده هاد الامتياز هذا اللي خرج في هذا القانون كما قلت 21/24. اذا هذا هو الخبر المزيان. اراو دابا الخبر الخايب، وجدوا راسكم راه الالاف ولا مئات الالاف الا ما درتوش من دابا حساب هذا القرار ولا هذا الخبر ولا هذا القانون ولا هذه الماده في القانون اللي خرجت في هذا القانون 21/24، الا ما درتوش ليه الحساب من دابا هاد الساعه اللي كتشوف هذا الفيديو يقدر شهر 10 يحبس لك الدعم. وعندك المؤشر مزيان واخا فيك الشروط كاملين يحبسوا لك الدعم. تلقاه في المنصه خارج طلب مازال مقبول وخارج في المنصه المبالغ المدفوعه 1 شهر 10 وما يدوزلكش للبنك. هذا القرار ولا هذا الخبر ولا هذا القانون الماده 14 مكرر زادوها في القانون 60/22 ديال امو الشامل. شنو كتقول لك مولاي؟ هاد الناس اللي كيعطيو الدعم خصهم في كل شهر يتاكدوا وخصوصا بطريقه الكترونيه قلبوا في السيستم ديال الضمان الاجتماعي واش هاد الناس هادو اللي كيخصهم هاد القانون 60/22 اللي هما لا اجاره ما خدامين عند حتى واحد لا غير اجاره ما خدامينش عند راسهم ولكن قادرين يخلصوا، اي عندهم المؤشر فوق 932. هاد ثلاثه الشروط الا توفرت فيك مولاي الزين راه كيخصك هاد القانون 60/22 داخل في الفئات اللي خرج ليها القانون ديال امو الشامل ديال امو التغطيه الصحيه على حساب المؤشر. اذا شنو كتقول هاد الماده وردوا البال مزيان التفاصيل، كتقول ان اي واحد كيعطي الدعم ومنهم هاد الناس اللي كيعطيو دابا الدعم الاجتماعي المباشر، هاد الاداره منصه الدعم اللي كتعطي الدعم الاجتماعي المباشر خصهم يتاكدوا بشتى الطرق بكل الطرق واش هاد الناس اللي كما قلت ينطبق عليهم هذا القانون فيهم دوك 3 الشروط ديال انه ما هو اجير ما هو غير اجير ولكن عنده المؤشر فوق 932 اي قادر يخلص ما غيستافدش فابور في امو التضامن. واش هاد الناس وسطروا مزيان على هاد الكلمه اللي جايه مسجلين، الناس اللي كينطبق عليهم الشروط ديال القانون ديال امو الشامل واش مسجلين سطروا عليها وغنجيو
علاش كنقول لكم سطروا عليها. وانا حطيت لكم هذه الماده كما خديتها من الجريده الرسميه. رسميه هادشي، ماشي شي حاجه اللي يمكن تكون وتقدر تكون وفحال والو تكون. انهم مسجلين وكيأديو بانتظام اللي عليهم. هاد كيأديو بانتظام اللي عليهم الا كان شي واحد مسجل اموش شامل واش كيخلص كل شهر بشهرو، اي انهم كل شهر غيتاكدوا واش انت الا مسجل كتخلص كل شهر بشهرو. مزيان، هذه باينه. انت داخل في اموش شامل، جاتك مثلا 200 درهم ولا 225 درهم ولا 144 درهم، واش كل شهر كتخلص؟ الا ما خلصتش واحد الشهر تدخل من الصدام تلقى الدعم دايز، المبالغ المدفوعه، الطلب مازال مقبول، ولكن غيحبسوا لك الفلوس عندهم، ما غدوزلكش للبنكه. راه كاين منصه الدعم في المبالغ المدفوعه، الدفعه مثلا ديال شهر 9 اللي جاي ولا شهر 10 اللي جاي 2024 تمشي للبنكه ولا الوكاله يقول لك ما دازتش. عرف انه السبب انك مسجل. الا كنتي مسجل في اموش شامل وحبستي واحد شهرين 3 شهور ما بقيتيش كتخلص، انت ما عندي ما ندير به. انا كنشد الدعم وهاد اموش شامل انا دخلت له ندمت ما بقيتش غنخلص. الا كنتي مسجل راه خصك تبقى تخلص الا ما بغيتيش الدعم يحبس ليك. ونجي نقول لك واحد القضيه، دخل الحمام، دخل اموش شامل ماشي بحال خروجو. مادام تسجلتي راه ما تقدرش تخرج بطريقه واحده الا غتغير التغطيه الصحيه. يا اما هبط لك المؤشر قل من 39 غتمشي لامو التضامن، يا اما خدمتي عند شي واحد غيديكلاري بك اصلا يحبس لك الدعم، يا اما درتي شي حرفه ولا شي خدمه لراسك غتولي تخلص عليها. اما تقول له ما بقيتش باغي، الله يعاونكم اموش شامل تسجلت فيها خويا في شهر واحد ولا شهر جوج وصلت شهر 8 ما بقيتش باغي حيدوني، ما يمكنش. دير لك كنتي مسجل ونجمعوا عليك شي حاجه، عرف راسك راه الشهر الجاي ولا الشهر اللي من مور على اقصى تقدير غيحبسوا لك الدعم. هادشي ولا رسمي قانون خارج غيطبق. الاشكال فين كاين والضبابيه والشك والخواط فين كاين؟ اللي ما مسجلينش، اللي كتنطبق عليهم هاد الشروط وما تسجلوش. قالك اخويا انا طالع ليا المؤشر انا ما غنتسجلش في اموش شامل، انا خويا كنت في امو التضامن طلع لي المؤشر خويا ما غتسجلش في اموش شامل، ما تسجلوش. هاد القانون ولا هاد الماده 14 مكرمه حطيتها لكم وسطرت لكم على ديك المسجلين، كتقول ان خص الناس اللي كيعطيو الدعم يتاكدوا ان اللي كينطبق عليه هذا القانون اللي عطيتكم الشروط ديالو ثلاثه. انا نعاود نقولها، ما هو خدام عند شي واحد، ما هو خدام عند راسو، ولكن مسجل في السجل الاجتماعي الموحد وعنده المؤشر طالع. هذه هي معناها قادرين. اللي مسجل وما كيخلصش هذا اكيد سير تخلص. الا بغيتي الدعم يستمر ما تصدعش راسك وما يبلبلك حتى واحد ولا يخربقك شي واحد. الا مسجل في اموش شامل سير بدا تخلص، راه الدعم غيحبس لك الا ما كتخلصش. اللي ما مسجلش نتمنى من الله ان هذه الكلمه ما يكونش معناها انه اجباري خصك تسجل. الا عندك المؤشر فوق 32 ومازال ما مسجل حتى في تغطيه صحيه يقدر حتى انت يحبسوا لك الدعم ويقول لك سير اخويا تسجل في اموش شامل. انت ما خدام عند راسك، ما خدام عند شي حد، وعندك المؤشر فوق 32 كينطبق عليك هذا القانون، سير تسجل في اموش شامل. علاش يعطيوك الدعم؟ هو الكلام دابا ديال الاداره ولا ديال الحكومه ولا ديال صندوق الضمان الاجتماعي تيقول لك اموش شامل اختياري. بغيتي تجي تسجل ولد الناس عندك المؤشر طالع اجي تسجل وبدا تخلص، ما بغيتيش راه ما غنبزوش عليك. ولكن هاد الماده في القانون كتقول ان الدعم يقدر يحبس ليك حتى تكون مسجل وكتخلص. اللي مسجل دابا في اموش شامل داخل وكيسالوك حبستي الخلاص سير بدا تخلص. راه كما قلت اقصاها شهر 10 غيحبسوا لك الدعم ويقول لك تتخلص بحال العمال غير الاجراء. اللي ما مسجلينش تسناو حتى يخرج النص التنظيمي اللي كينظم كيفاش غيتاكدوا هاد الناس ان هاد الفئات هادي اللي كينطبق عليهم اموش شامل ولا كينطبق عليهم القانون ديال اموش شامل مسجلين وكيخلصوا. ملي يخرج النص التنظيمي ويبداو يحبسوا للناس الدعم، شوف ديك الساعه واش بغيتي الدعم يستمر لك سير اخويا تسجل. الا فرضوا عليك تسجل سير تسجل في اموش شامل وبدا تخلص باش يستمر لك الدعم. الا ما بغيتيش فرضوا عليك تسجل قلتي انا ما عندي ما ندير بشي دعم راه غيبقى حبس لك ما حدك ما مسجلش في اموش شامل. الا طبقوا هذا القانون واخا دايرين تما مسجلين كما كتشوفوا في الماده 14 مكرر اللي خرجت في هذا القانون وخرجت في الجهه الرسميه، الا طبقوه وطبقوه غير على الناس اللي داخلين مسجلين اصلا راكم تهنيتوا. ديك الساعه بغيتو تسجلوا في اموش شامل تسجلوا، بغيتوش تسجلوا راه الدعم غيبقى مستمر لكم بحدكم ما مسجلينش. لانه واخا تيقولوا اموش شامل اختياري التغطيه الصحيه اجباريه، ففي الاخر غيقولوا لك شوف
ما بغيتيش امر الشامل، انا كنقولك اختيار. شوف اخويا شي تغطيه صحيه اخرى عندك شي حرفه تسجل بها، خدام عند شي واحد يديكلاري ليك، جبتي قلم 39 تقدر تهبط المؤشر نعطيوك حنا نخلصوا عليك امو التضامن. ما عندكش هادو كاملين ادخل الامر الشامل، لان التغطيه الصحيه اجباريه في القانون. الله يعاونكم.